انترفيو تشيفنينج هو اخر واهم مرحله من مراحل التقديم والقبول على منحه تشيفنينج. في السنه اللي انا قدمت فيها اتقبلت من اول مره اقدم وبعد اول انترفيو. في الفيديو ده هنتكلم عن الاستعداد للانترفيو، شكل الانترفيو، مين اللي هيعمل لي المقابله، ايه اهم الاسئله وايه الاجابات الصح واللي هم بيدوروا عليها. كمان هتكلم عن المطلوب مني اعمله قبل المقابله، ايه الورق اللي محتاج احضره، وهل لازم يكون معايا قبول من الجامعه ولا لا. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي شريف علاء، ودي الخلاصه عن النجاح في انترفيو تشيفنينج من اول مره. يلا نبدا. مبدئيا كده، لو بتشوفوا الفيديو ده وهو لسه نازل، ففي خلال ايام المنحه هتتواصل مع الناس اللي اتقبلت في المرحله الاولى وهيدعوهم ان هم يعملوا انترفيو كمرحله نهائيه للاختيار. يوم 19 فبراير الناس اللي هيتعمل لها انترفيو هتتبلغ، والانترفيوهات هتتعمل في خلال شهرين، تحديدا التواريخ من 26 فبراير 2025 ل 25 ابريل 2025، خلال الشهرين دول. مبدئيا كده، لو انت او انتي تم اختياركم وجالكم دعوه للانترفيو، فالف الف مبروك، ده انجاز عظيم. عارفين في كام حد متقدم السنه دي على المنحه في 2025 26؟ 102,274 متقدم حول العالم. ده رقم ضخم، زاد اكتر من 30,000 عن السنه اللي فاتت. طيب اول حاجه كده، الانترفيو شكله عامل ازاي؟ ده انترفيو شخصي، يعني in person، بيكون في مكان او مقر السفاره البريطانيه في بلدي. لو انا مصري فانا بعمل الانترفيو ده في السفاره البريطانيه في مصر فقط. في بعض الحالات الاستثنائيه زي حالات الحرب او لاي سبب قهري السفاره قافله فيه، فهي بترتب الانترفيو ده ان هو يكون اونلاين. طب انا مسافر، طب انا بشتغل بره، مش عارف ايه، في الحالات دي غالبا هتضطر تنزل او تضطري تنزلوا مصر تعملوا الانترفيو. لو حد عايز يجرب يسالهم ينفع نعمله اونلاين ولا لا، بس يعني من تجارب الناس والزملاء في السنين اللي فاتت، لو مفيش حالات استثنائيه قاهره ففي الغالب الانترفيو بيتم في السفاره. بس طبعا اسالوا، والقول الاخير للمنحه. اللي بيعمل لي الانترفيو في الغالب بيكون 3 وساعات 4 اشخاص. اول شخص هو مدير او مديرة برنامج تشيفنينج في البلد بتاعتي، اللي هو التشيفنينج بروجرام اوفيسر او التشيفنينج اوفيسر. تاني شخص بيكون شخص من السفاره البريطانيه، شخص بريطاني، واحيانا بيكونوا شخصين. والشخص الاخير بيكون الومنس او الومنا، يعني خريج او خريجه من منحه تشيفنينج من بلدي. يعني انا مصري، ممكن الاقي اللي بيعمل لي انترفيو واحد او واحده مصريه حصلوا على تشيفنينج في السنوات اللي قبل كده. والانترفيو بيكون مدته حوالي نص ساعه. طبعا ممكن تزيد شويه او تختلف شويه حسب كل حاجه وحسب الفلو اوف كونفرسيشن وعوامل تانية، بس في المتوسط نص ساعه. نخش في الموضوع على طول. ايه هي اسئله الانترفيو وايه احسن اجابات ليها؟ مبدئيا كده انا محتاج اعيد صياغه السؤال شويه. يعني مش ايه هي الاسئله، لا، انا عايز اركز على التوبكس او الموضوعات او الثيمز اللي بتيجي منها الاسئله ممكن تتنوع في كلماتها او صياغتها او الوردنج بتاعها، لكن كلها بتدور حوالين 5 أو 6 أو 7 ثيمز هنتكلم فيهم واحد واحد. والحاجة التانية، مش عايز أشوف إيه هي أحسن إجابة للسؤال، لا، أركز إيه اللي هم عايزينه من السؤال ده، فأنا أتأكد إن أنا إجابتي بتغطي اللي هم عايزينه من السؤال ده، وفي الحالة دي هتبقى هي دي إجابة كويسة. حاجة مهمة ناخد بالنا منها جدا جدا، إن الانترفيو مش مكان للتواضع الزايد، وخصوصا في منحة تشيفنينج، لأن منحة تشيفنينج بتدور على ناس عندها شخصية قيادية، على ناس تقدر تعمل تأثير في مجتمعها، على ناس رايحة تستفيد من منحة في بريطانيا علشان ترجع تفيد بلدها ومجتمعها وتكون ناس مؤثرة. فاللي عايز أقوله يعني إن أنا لازم وأنا بتكلم عن أي حاجة أو أنا بجاوب أتكلم بمنتهى الفخر والاعتزاز. يعني ما قللش من اي حاجة انا عملتها، حتى لو كانت نسبيا ممكن تكون بسيطة او نسبيا صغيرة. مش بقول نكذب طبعا، غلط، مش هنعمل كده، ولا ان احنا نهول، بس لا، انا عايز اشوف الامباكت بتاعي في اي موقف بحكيه، وانا بتكلم عن خلفيتي او بانتروديوس ماي سيلف، او انا بتكلم انا عايز اعمل ايه. كل الحاجات دي لازم اكون بتكلم فيها عن التأثير اللي انا بعمله، سواء في شغلي، في دراستي، في مجتمعي، في حياة غيري. اول سؤال هيكون ايس بريكر او كسر جليد، اللي هو تعارف. السؤال ده بيجي بصيغة introduce yourself, tell us more about yourself, tell the panel about yourself. اي صيغة من السؤال ده هو مهم، سؤال تعارفي. السؤال ده على فكرة واحد من اصعب الاسئلة. ليه؟ لان السؤال الاول ده هو اللي بيسيب الانطباع الاول. انا مش عايز اقول مساء الخير، اسمي شريف علاء، او طبعا هو بالانجليزي hi my name is شريف علاء and that's it. لا، انا محتاج اتكلم عن
اسمي، كاريري، دراستي، انا مقدم ليه على المنحه دي وعايز ايه، باختصار شديد، لان احنا من الحاجات دي كلها هنتكلم فيها بالتفصيل. لكن انا مش عايز ان هو كلمه ورد ضغطها introduce yourself اقول لهم اسمي شريف وخلاص، لا، لازم اتكلم شويه من الحاجات دي. الانطباع الاول اللي انا ممكن اسيبه او الفيرست امبريشن من اللي هسيبه من السؤال ده ممكن يبقى مهم جدا ويدي بوست او دفعه لباقي الانترفيو، يشوفوا ان الشخص ده واثق من نفسه وبيعرف يتكلم وعارف قيمه نفسه، فبالتالي هو ده شخص عنده جزء من خصائص القياده وممكن يبقى كانديديت كويس للمنحه. تاني حاجه هنتسال فيها 100% هي القياده، leadership. فاكرين المقالات اللي احنا كتبناها، الاسيز بتاعه تشيفنينج؟ احنا مش عايزين نقرا الاجابه بتاعتنا ونرجع نعيدها، ما هم قروها، وفي نفس الوقت مش عايزين نبعد عنها خالص، لان هو ايه لازمه ان انا كتبتها لو انا مش هستشهد بيها في الانترفيو. لكن الهدف منها ان انا اوضح، انا ممكن اتكلم واقول نفس الكلام بس ممكن ادي اكزامبل تاني او ازود اكزامبل غير المثال اللي انا اديته. كل اجاباتنا في الاسئله بتاعه القياده والاسئله اللي جايه دي كلها لازم نجاوبها باسلوب ستار. اسلوب ستار اتكلمت عنه قبل كده في الفيديو بتاع الانترفيوز اللي هو والفيديو بتاع تشيفنينج كمان، اللي هو بتكلم باسلوب سيتويشن، تاسك، اكشن، ريزولت. كنت في موقف قدامي مهمه، عملت فعل ادى الى نتيجه ايجابيه. او اسلوب سميناه برضو في فيديو تاني كارل، اللي هو context, action, result and learning. في السؤال بتاع القياده انا لازم اتكلم عن شخصيتي القياديه في الشغل، في الستودنت اكتيفيتيز او الانشطه الطلابيه لما كنت في الجامعه، او الاكسترا كوريكولر اكتيفيتيز، في دراستي وفي الجروب ريسيرش، في الانشطه التطوعيه، او في اي حاجه تانية انا بعملها في حياتي حتى لو كانت رياضه. السؤال اللي بعد كده هيكون عن النتوركينج او التشبيك، برضو زي الاسي كويستشن. انا الهدف من المنحه دي ان انا رايح اقابل ناس في بريطانيا علشان اعمل علاقات، وان انا كمان عندي قدره على بناء العلاقات، فلما هروح واتعلم حاجه هرجع واشوف الناس اللايك مايندد او اللي بتفكر زيي او عندها اهتمامات مشتركه ونقدر نعمل حاجه فيها مع بعض، او هفيد شركتي. فانا لازم يكون عندي مهارات التشبيك، ما اكونش انسان واضح ان انا خجول جدا ومش عارف اتكلم، مع ان ممكن يبقى عندي مهارات التشبيك او النتوركينج وانا انتروفيرت او انطوائي شويه، بس انا لازم اكون فايبرنت كده في الانترفيو، وعندي بوزيتيف انرجي او طاقه ايجابيه تخلي الناس تعرف ان انا لا، انا ممكن اخش في اي سيتويشن اتكلم مع الناس واعرف نفسي واعرف بروجكت شغال عليه او اعرف الفيلد اللي انا بدرسه وهكذا. سؤال بعد كده هتساله غالبا هو ليه تشيفنينج؟ يعني ليه انت مقدم على المنحه دي، مش ليه نقبلك. ليه نقبلك دي انا بتكلم عن مهارات القياده والتشبيك وعن طموحي وعن الكارير بلان، لكن انت ليه مهتم بالتشيفنينج؟ فدي لازم اشوف فيها اكتر من اجابه. اول اجابه عايز افكر فيها هي فكره الشبكه بتاعه الخريجين من تشيفنينج. تشيفنينج خرجت ناس علماء ووزراء وقياديين واصحاب شركات وموظفين كبار وفنانين، فانا لازم يكون الموتيف بتاعي او الدافع بتاعي ان انا اكون عايز ابقى جزء من هذه الشبكه حول العالم، ان انا عايز اتعرف على جراديويتس او الومناي اللي هم الخريجين السابقين والحاليين كمان اللي هم هيبقوا دفعتي لو اتقبلت ان شاء الله، وان انا اقدر اكون جزء من الكوميونتي ده، وان احنا نقدر نعمل مع بعض حاجات كتيره. فده لازم اربطه للسؤال بتاع النتوركينج. حاجه كمان لازم اتكلم فيها هي ان انا عايز ادرس في بريطانيا، دي منحه بريطانيه، انا ليه مقدم في بريطانيا مش في امريكا ولا في المانيا ولا في الدنمارك؟ مش هينفع اقول لهم عشان انتوا والله اللي فاتحين ومقدمين الدعم، لا، لازم اتكلم عن حاجات انا مهتم بيها في يوكي او بريطانيا. زي مثلا لو انا بدرس فيلد بريطانيا رائده فيه، او بريطانيا رائده في تصنيع حاجه انا رايح ادرسها او في المجال ده عامه. غير كده لازم اتكلم جزء منه عن الثقافه البريطانيه، انا ليه مهتم بالبريتش كلتشر. بنتكلم من الادب في شكسبير، الفن باختلافه، التلفزيون، السينما، دي كلها اجزاء من الثقافه ولازم ابين اهتمام بالثقافه البريطانيه. سؤال كمان هنتساله ايا كانت الصيغه بتاعته، يا اما هيكون عن الكورس، يا اما هيكون عن الجامعه، يا اما عن الاتنين مع بعض، اتنين في واحد. اجابتي لازم تكون بتجاوب على السؤال. هم عايزين يعرفوا ايه من السؤال ده؟ هم عايزين يعرفوا هل انا بقدم على اي جامعه بشكل عشوائي كده، فتحت الليسته وتك تك رحت مقدم وخلاص، ولا لا؟ فانا محتاج اوريهم ان انا عندي رؤيه، عندي فيجن. الجامعه دي ممكن تكون رائده في مجال كذا، او ممكن تكون علشان هي في مدينه كبيره زي لندن، ولندن مدينه فايبرنت وفيها كل الثقافات وميلتنج بوت، والانسان ما يشبعش
بتشبعش من الانشطه الثقافيه والرياضيه والترفيه اللي فيها وكذا، او حتى علشان هي في مدينه صغيره وهاديه، والمدينه دي بتسمح بان انا اقدر اكون علاقات مع النتورك بتاعت الجامعه وغيره. ايا كان لازم ابين اهتمام بالجامعه، بالمدينة، وطبعا بالمجال اللي انا بدرسه. سواء لو اتسألت عن الجامعة او عن الكورس او المجال الفيلد بتاعي، لازم اوري لهم ان انا عملت ريسيرش في المجال، لازم اتكلم شوية تكنيكال في المجال ده، سواء بقى انا بدرس صحة عامة او بدرس international relations او NGOs او ايا كان المجال او بيزنس. المجال ده لازم اوري لهم ان انا عملت ابحاث عنه، ان انا متفوق في دراستي. حاجة كمان مهمة جدا، اتكلم عن مواد بعينها، وان انا لازم اكون عامل ريسيرش كويس جدا عن الجامعة اللي انا مقدم عليها او الثلاث جامعات اللي انا مقدم عليها، واقول لهم ايه هي البروجرامز او الكورسز اللي جوه البروجرامز اللي انا مقدم عليها that excite me، اللي هي فعلا انا متحمس ان انا ادرسها. انا مثلا مهتم بمجال كذا، ولما كنت في البكالوريوس او في الليسانس ما درستش الماده الفلانيه، او لما درستها كانت دي اكتر ماده انا مهتم بيها، وانا very excited ان انا ادرس الماده دي. وري اهتمام وباشن بالمادة والكورس والبروجرام والجامعة والمدينة وبريطانيا. لازم. سؤال كمان مهم جدا هو هيكون عن بلدي، ايه اللي انا عايز افيد بيه بلدي لما ارجع. ممكن يبقى what are your plans for your home country for Egypt او for Tunisia او البلد بتاعتي لما اتسأل في الانترفيو لما ارجع هستفيد بايه وارجع اطبقه في بلدي. لازم نفتكر كويس جدا ان المنحة دي بتختار ناس عندها potential للقيادة او ناس قيادية بالفعل، علشان ترجع تكون قيادية في بلدها وتفيد او تعمل امباكت قوي في بلدها. بس في نفس الوقت لازم اكون واقعي وما اروحش اقول لهم انا هروح صنع صاروخ نروح نكتشف بيه كوكب جديد السنة الجاية. هم حرفيا كاتبين على الويب سايت بتاعهم we like people who dream big but are also realistic about their career goals. فنكون طموحين بس في نفس الوقت واقعيين. خلاصة الكلام ان السؤال ممكن يجي لي بصيغة هتعمل ايه في بلدك او هتعمل ايه لما ترجع. لما ترجع دي لازم اعرف ان انا بيسألني عن الكارير بلان، والكارير بلان لازم الجزء الاميديت على الاقل فيها والميد تيرم ما كانش كمان اللونج تيرم يكون متمحور حوالين بلدي. مش انا رايح اتعلم علشان اشوف شغل بره. انسى 100% هتترفض لو حد جاوب مثلا ان انا بعمل كده عشان اشوف فرص عمل بره. لازم يكون الكارير بلان بتاعتي فيها ان انا راجع افيد المجتمع بتاعي او ان انا راجع اطبق حاجه درستها وهكذا. في سؤال بقى غير متوقع تماما وجيل ناس كتيره، ما جاليش انا اعتقد في السنه بتاعتي بس جيل ناس كتيره، هو هتعمل ايه لو اترفضت؟ جيل ناس تانية بصيغه what's your backup plan. وده سؤال بيربك الناس جدا لان الناس كلها رايحه علشان تنجح، فهو بيسالك بقى هتعمل ايه لو فشلت. فانا لازم اكون محضر اجابه للكارير بلان بتاعتي لو انا ما توفقتش في تشيفنج المره دي، والاجابه دي جزء من التقييم بتاع ان انا ممكن اتقبل. يعني لو شخص ما عندوش باك اب بلان ممكن يقولوا الشخص ده ضايع وحاطط اماله كلها في حاجه واحده، او زي ما بيقولوا في الانجليزي don't put all your eggs in one basket. فانا محتاج اوريهم ان انا ريسورسفل، عندي موارد كتيره، مش موارد يعني فلوس، مع ريسورسفل يعني عندي افكار وعندي مشاريع وعندي خطه الف وب وجيم كمان. فلازم اكون محضر بلان بي، انا لو ما تقبلتش في المنحه هعمل ايه. وده سؤال مهم وذكي جدا الصراحه. دي كانت اهم الثيمز، بس في حاجات مهمه جدا لازم اكون عاملها قبل ما اروح الانترفيو. اول حاجه لازم اكون قريت الابليكيشن بتاعتي 10 مرات ولا حاجه، يعني مش رقم معين بس لازم اكون قريتها اوفر اند اوفر او مرارا وتكرارا. لازم اكون عارف اجاباتي كانت ايه بالظبط. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا لازم اكون مرتب افكاري ودماغي وما احفظش. علشان كده انا قاصد ان انا ما اقولش ايه هي الاسئله والاجابات، لا، ايه هي الموضوعات وايه اللي هم عايزينه مني، الاجابه اللي بيدوروا عليها فيها، بحيث ان انا اصيغها بكلماتي زي ما انا شايف. تالت حاجه لازم اروح بدري وبدري جدا، يعني نروح قبلها بساعه كمان، مش 10 دقايق ومش ربع ساعه. اولا دخول السفاره بيبقى فيه اجراءات امنيه وتفتيش زي المطار، ونحط اللابتوب فين والمش عارف ايه والحاجات دي كلها. ما ينفعش اوصل متاخر، ده انطباع مش كويس. الشخص المجتهد القيادي بيوصل قبل ميعاده. فاعمل حسابي بقى في الركنه ولا في اوبر ولا في اي حاجه، لازم اوصل قبل الميعاد بوقت كويس. الحاجه التانية لازم اكون ان انا لابس لبس كويس ومهندم ونضيف وشكلي فريش، ما اروحش بحاجه مكرمشه ولا مبقعه ولا مقطعه ولا غير ملائمه، ولا اروح لابس شبشب فليب فلوبس ولا مش عارف ايه. لا، اكون لابس لبس محترم بتاع شخص قيادي في المستقبل. ممكن البس بدله، ممكن البس بليزر او يعني تاير بقى على حسب، يعني لبس فورمال سيمي فورمال كاني رايح جوب انترفيو. اهم نقطه بقى ان انا اخد الثيمز اللي اتكلمنا فيها دي واعمل سيناريو كده انترفيو Q&A
Q&A بيني وبين نفسي وراجع 10 20 30 مره مع حد. يا ريت اشوف حد من اهلي او صحابي اديله الاسئله ويسالني واجاوبه عشان اكسر الرهبه. انا مش بس عايز اعمله بقى قدام المرايه ولا قدام التليفون، لو ما عنديش حد ممكن اعمل كده، بس انا عايز اكسر الرهبه بتاعه ان انا اقول الاجابات دي قدام حد، وان انا اكون بقول الاجابات دي طبعا بالانجليزي. الانترفيو is 100% in English. If you cannot conduct an interview in English then you will not be accepted in the scholarship. ايزلي كده بمنتهى البساطه. اركز كمان في لغه الجسد، البوستشر بتاعي اكون قاعد مفرود، لازم يكون في ثقه، الشخص القيادي عنده ثقه، فيرم هاند شيك وانا داخل اسلم، ما بقاش قاعد منكمش ومنطوي، لا انا قاعد بمنتهى الثقه. وزي ما قلنا ده مش مكان للتواضع الشديد، مش بقول ان احنا نكون متعجرفين ومغرورين، لكن يكون في ثقه. انا داخل اهلا وسهلا، it's a two way thing, it's not a one way thing. انا داخل اسمع منكم وتسمعوا مني و I'm interested and I'm excited and I really want this scholarship. فداخل بالاتيتيود ده. طيب اخد معايا ايه وانا رايح الانترفيو؟ اللي انا محتاجه ضروري يكون معايا اثبات شخصيه، باسبور، رقم قومي، بطاقه شخصيه، على حسب بقى اي اثبات هويه حسب الدوله اللي انا فيها بتاع شخصيتي، لان دي سفاره وممنوع دخول اي سفاره من غير اثبات شخصيه. طيب هل انا لازم اخد معايا اي اوراق او مستندات؟ لا، انا مش محتاج اي حاجه فيزيكال الا لو بعتوا لكم ايميل قالوا لكم هاتوا اي حاجه معاكم فيزيكال، لكن هو في العادي ما بيطلبش. الحاجات اللي مطلوبه هيبعتوها لكم بتكون كلها مرفقات الكترونيك سوفت كوبيز، زي مثلا بنعمل ابلود للشهادات بتاعه التخرج بتاعتنا، او الريفرنس ليترز اللي هي مطلوبه في شهر فبراير. الديدلاينز موجوده، البورتال بيتفتح للناس اللي هتعمل انترفيو او تبعت لها الايميل ده. طيب هل لازم يكون معايا قبول غير مشروط في الجامعه اللي انا مقدم عليها او الثلاث جامعات قبل الانترفيو؟ طيب الاجابه الرسميه الاكيده لا، ولكن لو انا عندي قبول حتى لو كونديشنال اوفر، يعني قبول مشروط، فده اكيد بيعزز من فرصي. ليه؟ اكتر من سبب. اول حاجه انا بوري لهم ان انا مقدم بقالي فتره، مش بسيب كل حاجه لاخر لحظه. الشخص اللي عنده شخصيه قياديه عنده جود تايم مانجمنت وما بيسيبش الحاجه لاخر لحظه، فبالتالي انا بوري لهم ان انا مقدم واتقبلت. دي اول حاجه. تاني حاجه، التقديم في معظم جامعات بريطانيا تنافسي جدا، فانا مجرد ان انا تم قبولي في جامعه من الجامعات ده اكيد بيعزز من فرصي وبيكون او حاجه قويه في الابلكيشن بتاعتي. مش لازم يكون معايا انكونديشنال وفي الحقيقه ولا كونديشنال، بس انا بقول ان هو لو معايا كونديشنال فاكيد ده اسيت زايد في الابلكيشن بتاعتي. طيب المواعيد بيتم تحديدها ازاي للانترفيو؟ انا لو جالي ايميل ان انا تم دعوتي للانترفيو، ففي الحاله دي بيبعتوا لي لينك بختار فيه ميعاد، وبيعملوها first come first served، يعني لازم احجز الميعاد اللي انا عايزه بدري. ممكن يكون حد محتاج يحجز مثلا بعد شهر او شهرين في الاواخر عشان يقول انا عايز استعد كويس، او ممكن يكون حد مسافر بعد شهر فعايز يحجز الانترفيو في اول اسبوع لما يفتحوا. فناخد بالنا، احاول اعرف فورا انا عايز الانترفيو امتى واحجزه، علشان المواعيد في الاخر بتخلص ممكن الاقي ميعاد مش حلو بالنسبه لي، ممكن يكون متاخر جدا عليا او بدري جدا عليا او في وقت انا عامل فيه خطه او سفر، فنحجز بدري. لو لسه ما قدمتوش على الجامعات في بريطانيا الحقوا قدموا دلوقتي، وانا عملت فيديو كامل خطوه بخطوه عن التقديم والقبول في الجامعات في بريطانيا بما فيها رايتنج بيرسونال ستيتمنت وكل حاجه والاونلاين ابلكيشن. لسه عندنا وقت لحد الانترفيوهات، لو في اسئله محدده عايزين تسالوها لي اكتبوا لي في التعليقات ايه الاسئله بتاعه الانترفيو اللي محتاجين تستعدوا لها، وانا هجاوبكم في التعليقات واحد واحد كالعاده. وفي النهايه ما تنسوش تشتركوا في القناه وادعموا الفيديو بلايك، ولو انتوا على منصات التواصل الاجتماعي اشتركوا على صفحات فيسبوك وانستجرام وتيك توك اللي انا عاملها وسايبها في اول تعليق. بالتوفيق ليكم كلكم واشوفكم الفيديو الجاي.